سعد المجرد لن يكشف عن تفاصيل محنته الخطيرة بفرنسا. لهذا السبب منعت العدالة الفرنسية الفنان المغربي سعد المجرد من الإدلاء بأي تصريح لمختلف وسائل الإعلام بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، وذلك حسب ما كشف عنه برنامج إيتي بالعربي اليوم الأحد. ومتابعة للموضوع، كشف مصدر شوف تيفي أن قاضي الحريات فرض مجموعة من الشروط على سعد المجرد، من بينها عدم الإدلاء بأي تصريح لأن قضيته مع الفتاة الفرنسية لورا بريول ما تزال في التحقيق ولم يتم بعد الكشف عن جميع خيوطها. تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد المجرد عانق الحرية أول أمس الجمعة بعد أن منحه قاضي الحريات السراح المؤقت عقب مجموعة من الجلسات طيلة 6 أشهر، وتحديدا المتعلقة بعودته لنشاطه الفني. فأكيد الكل متحمس أنه يشوفه أو يسمعه بيغني من جديد، والتفاصيل بنعرفها من مراسل إيتي بالعربي إلي نخلة الموجود في باريس. سعد المجرد بيصدر أغنية جديدة خلال الأيام، هيدا هو الخبر اللي كشف لي عنه كريم أبياغي وكيل أعمال سعد، ولكن ما رح يقدر يغنيها بولا أي حفل كون التحقيق بعد ما انتهى وممكن يستمر لحوالي الشهرين أو أكثر. ولكن بهالفترة سعد رح يقدر يتواصل مع جمهوره عبر السوشيال ميديا بعد ما حصل على إذن خاص من النيابة العامة، ولكن ممنوع عليه أي لقاء تلفزيوني أو إذاعي. أما بالنسبة للجوائز المرشح لها بالميوزك ستور أو بالداف باما، ففي حال فوز سعد بأحد هالجوائز ممكن يوجه كلمة للجمهور اللي صوت له، ولكن ما رح يقدر يحضر أي حفل كون ممنوع عليه مغادرة الأراضي الفرنسية. وكريم أبياغي نشر بوست جمعه مع سعد والدكتور مجد ناجي، وهذا كان الظهور الأول لسعد من بعد خروجه من السجن. هالخبر طبعا فرح كل أصدقائه من المشاهير اللي عبروا عن هالشي على السوشيال ميديا. وإلي نخلة التقى بسعد امبارح ورح يخبرنا عن الأجواء. حوالي الساعة 3 بعد الظهر من يوم السبت التقيت هون بسعد جنب نهر السان، والترحيب كان كتير كبير مثل كل مرة كنا نلتقي، وشكر إيتي بالعربي على الموضوعية اللي تناول فيها كل اللي صار معه بعيدا عن الإشاعات اللي تحدثت عنها الصحافة. وهيدا أيضا كان رأي والدته ووالده اللي بدأ التأثر عليهم، والعناق كان الشيء الأساسي اللي جمعهم خلال الجلسة هون على نهر السان اللي استمرت لحوالي الساعة. أما النجوم فغير إنهم عبروا عن فرحتهم بخروج سعد على السوشيال ميديا اللي كتار اتصلوا فيه، مثل أصالة، ملحم زين، زياد برجي، يوسف حرب وغيره. بدوره سعد ما نسي كل النجوم والأصدقاء اللي وقفوا حده خلال وجوده بالسجن، فاتصل بأحلام وهي عبرت عن فرحتها من خلال بوست نشرته على السوشيال ميديا. وفي ناس حبوا يجوا على فرنسا حتى يكونوا معه، فغير دكتور مجد ناجي وكريم أبياغي وصل إلى باريس الفنان حكمت ومصمم الأزياء وشمة. وحكمت وعصام من الناس اللي ما تركوا أهله طوال الفترة الماضية وكانوا داعمين ليهم، وإحنا سألناهم عن شعورهم بهاليوم. أعطيه العسل خليه أعطيه العسل. كلمة سعد المشهورة هذه كانت أول شيء قالوا لصديقه عصام. كانت نكتة كانت فرحة بصراحة، كانت ما نعرفش ما نقدرش نوصفها لك لأن الفرحة كانت كبيرة. أكيد بيصعب وصف اللحظة بعد تعب 6 شهور مر فيها أصدقاء سعد بمشاعر حزن وأمل وغضب أحيانا، خاصة من الإشاعات اللي كانت بتنتشر. يعني كنت بطلع لما كنت بشوف يعني معلومة خاطئة وشي ناس يعني بيحطوا معلومات خاطئين ربي يهديهم، يعني كنت نطلع باش نكذب المعلومات الخاطئة ونقول المعلومات الصحيحة. لكن بالنسبة لأصدقائه هالكلام من الماضي ومش مهم الآن، فالأهم أنه الآن خارج أسوار السجن، لهالسبب سافروا خصيصا ليكونوا معه بهاللحظات. كنت بدبي، رجعت على المغرب، ثاني يوم عرفت أنه الحمد لله طلع وجيت اللقاء. يعني بالنسبة لنا احنا كمولد جديد عن جد، يعني الفرحة ما بتنوصف. أصدقاء سعد تجولوا معه بشوارع باريس وبكل مكان وقفوا فيه أخذوا صور ليتذكروا هاليوم المهم، لكن الصورة الأهم كانت على الغداء اللي جمعهم يوم الجمعة. كان الغداء كتير طيب، وجود سعد اللقمة بتحلى طبعا. بعد ما خلصنا غداء طربنا سعد كمان، غنينا، فكان كمان الغنى له طعم جديد. الله يديم هالفرحة، خاصة بعد الأزمة الكبيرة اللي عاشوها أهله وأيضا سعد. كل جديد رح تتابعوه دائما في إيتي بالعربي. أما الآن بنحب نخبركم أنه من يوم الأربعاء 26 أبريل